لو بتلعب في خط النص ونفسك تكون لاعب ذكي يعرف يتحكم في رتم اللعب من لمسة واحدة، يبقى لازم تركز معايا في الفيديو ده. النهارده هنحلل واحد من اعظم عقول كرة القدم، اللاعب اللي عمره ما كان الاسرع ولا الاقوى لكنه كان دايما الاذكى، سيرجيو بوسكيتس. هنعرف وهنفهم مع بعض ازاي بيقرأ اللعب قبل ما الكرة توصل له، ازاي بيتصرف تحت الضغط، وازاي قراراته البسيطة بتغير شكل الهجمة بالكامل. استعد تشوف كرة القدم بعين مختلفة واحترافية. هنتكلم في الفيديو ده عن 4 مهارات بيستخدمهم بوسكيتس في الملعب بيميزوه جدا، الا وهم التحرك بدون كرة، التمرير العمودي وهوضحهولك لما نوصل له، قراءة اللعب واستخلاص الكرة، الاستلام والتمركز. يلا بينا نبدأ مع اول مهارة التحرك بدون كرة. اول حالة معانا تحرك بدون كرة. في الحالة الاولى من المهارة الاولى حالة تغطية مع تحرك بدون كرة، زي ما احنا شايفين الكرة مع امتيتي ومشي بيها لقدام. تلاقي بوسكيتس بدأ يتحرك بدون كرة عشان سريعا يروح يغطي مكانه، عشان في حالة لو الكرة اتقطعت يبقى موجود. وكمان فتح زاوية تمرير من التحرك ده لإنيستا. تعال نشوف تاني حالة معانا. هنا بيكي لعب الكرة سريعا لإنيستا، استلمها فبوسكيتس سريعا اتحرك عشان يخلق له زاوية تمرير. والتركاه هنا انه خلق زاوية تمرير بين الاتنين دول عشان يقدر يلف ويباصي. هنا تالت حالة معانا، هنا هو واقف بيلم من تحت الناس لو اتقطعت او حد هيعمل له باص، ففعلا بيتعمل له الباص وواقف قاري الدايرة دي كلها وفاهم ان اللعب فيها بقى صعب بسبب قلة المساحة، فسريعا بيستلم ويقلب الملعب الناحية التانية عشان يخلق مساحة لهجمة خطيرة. رابع حالة معانا، هنا زميله استلم الكرة سريعا ما فتح له زاوية التمرير وخلق لنفسه مساحة كبيرة يستلم فيها براحته، لكنه هو رايح رفع وشه وشايف الراجل اللي بيجري هناك، وفي لمسة واحدة لعب له بينية خطيرة جدا. وبكده نكون اتكلمنا عن مهارة مهمة جدا لأي لاعب وسط. ارجع شوفها تاني وركز لحد ما تفهم كل تفصيلة فيها كويس وتحفظها في دماغك عشان تطبقها في الملعب. وتعالوا نروح لتاني مهارة معانا، ألا وهي مهارة التمرير العمودي. أول حالة معانا هي الحالة دي، حالة خلق زاوية تمرير. هنا استلم الكرة وكان هيلعبها فعلا، لكن اللاعب ضغط عليه، ما خلصش من الكوره، لا لمسها لمسه والتانيه عشان يفتح زاويه التمرير ويضرب الاتنين دول وبرضه لعبها. تعالوا نتعلم من تاني حاله. هنا استلم تحت ضغط، خلص من الضغط بمهاره عاليه، اوهم المدافع انه هيلف لكنه ملفش ولعب 1-2 مع زميله، خلق لنفسه مساحه يلعب فيها براحته ولعب 1-2 مع زميله ده كمان، واستغل التحرك الذكي بتاع الظهير ده ولعب تمريره اخترق بيها خط نص الملعب كله وبيصدر عن الهجمه هدف لبرشلونه. نشوف الحالة الثالثة معانا في مهارة التمرير العمودي. هنا الحالة دي فيها شبه من الحالة الثالثة في مهارة التحرك بدون كرة. هنا برضه اخترق الدفاع بسبب رفعة وشه، اكتشف المساحة الفاضية وزميله بيطلب منه الكرة كمان وبيعمل منها هجمة خطيرة. الحالة الرابعة معانا، هنا نزل بص على زميله قبل ما يستلم من الحارس ومدرك ان اللاعب ده هيضغط فمش هينفع يلف، عشان اول ما يستلم يزقها ويلعبها عنده بالظبط. وده علمنا ان احنا نكون متخذين القرار قبل استلام الكرة وتخيل السيناريو اللي هيحصل بالظبط. بسبب بصتين، بص على زميله ده وهو رايح يستلم الكوره بسبب انه واخد باله ان اللاعب ده ممكن يضغط عليه، فعشان كده لعبها له بالطريقه دي بكل سهوله. تعال نروح لثالث مهاره عند بوسكيتس، الا وهي مهاره قراءه اللعب واستخلاص الكوره، ونشوف الاربع حالات اللي معانا. ركز معايا بقى وما تتوهش مني. تعال نبدا مع اول حاله. الحاله الاولى في مهاره الاستخلاص وقراءه اللعب معانا. هنا زي ما احنا شايفين هجمه مرتده سريعه جدا. التركاه هنا بقى الاسكان البسيط ده، لو ما كانش عامله ما كانش هيعرف يروح يقفل من المكان ده، لكنه عمل الاسكان بسرعه جدا وعرف يقفل زاويه التمرير منين، وسبق بخطوتين وقفلها فعلا وجاب الكوره. نشوف الحاله الثانيه معانا. هنا بعد ما عمل الباص لميسي راح يغطي وراه عشان لو اتضغط عليه واتقطعت يكون موجود، وكمان لو وصلت للاعب ده او ده يبقى قريب منهم ويقدر يضغط عليهم بسرعه ويجيب الكوره مره ثانيه لفريقه. وفعلا الكوره بتتقطع وبتجيله يلعبها مره ثانيه ويعمل هجمه خطيره يصدر منها هدف عن طريق ميسي. فقد ايه التركيه البسيطه دي فرقت انه يكون سبب ان فريقه يجيب هدف. في الحاله الثالثه معانا هجمه مرتده سريعه، ما اندفعش وراح يضغط، لا فضل مع الراجل اللي بيطلب الكوره ده لحد ما سلمه البيكيه وبدا يضغط وجاب الكوره بكل هدوء ومهاره. في الحاله الرابعه معانا، هنا برضو متمركز صح وعامل مثلث مع زمايله عشان يغطي تحتهم لما يضغطوا عشان ما يخترقوش بباص ومجهودهم يروح على الفاضي. وبرضو هنا عامل الاسكان وقفل على الراجل ده زاويه التمرير، وقفل على ده ميه ونور انه يستلم. وكده كده الراجل
الراجل ده معاه واحد مفيش خطوره من ناحيته. وبعد ما عرفنا ازاي بوسكيتس بيستغل ذكائه وتركيزه ازاي في المهاره دي، تعال نروح نشوف ازاي بيستغلهم برضو في اخر مهاره معانا الا وهي مهاره الاستلام والتمركز. تعالوا نشوف اول حاله معانا وذكاء بوسكيتس فيها. بوسكيتس هنا اهو بدا يدخل جوه المثلث ويخترقه، وهنا عرف ان الكوره هتيجي لانيستا تاني ففتح له زاويه تمرير. هنا بقى تيجي التركايه، لحظه وقوفه على الكوره. الثانيه دي يا جماعه هي اهم حاجه في الجول، لانه لو ما كانش وقف على الكوره وتسرع لعبها لاي مكان تاني ما كانتش هتبقى بالخطوره دي. الثانيه دي هي انتظار ميسي هو بيتحرك هنا عشان يلعبها صح وميسي يجيب جول ولا اروع. نتعلم من التركايه دي حتى لو مضغوط عليك عدم التسرع. تعال اوريك تاني حاله ونشوف اتعامل معاها ازاي. هنا هو استلم ومتارجت انه هيلعب للراجل ده، حتى لو تلاحظ عدل جسمه ناحيته لكنها اتقفلت، لكن سرعان ما يتخذ قرار غيره بنظره ويشوف المساحه الفاضيه دي وان ميسي فضله نفسه. وهنا برضو ميسي عمل اهم حاجه وبوسكيتس يلعبها له بمهاره عاليه فعلا. نتعلم من المهاره دي عدم التوتر لو انت واخد قرار وما نجحش، لا برضو زي ما قلنا الهدوء هيخليك تاخد قرار يمكن افضل كمان. تعال نشوف اخر حاله معانا. ثالث حاله معانا هنا راح فتح لزميله زاويه تمرير وفتح لنفسه مساحه يستلم فيها، وهو رايح باصص على الراجل ده فزميله بيتحرك فعلا. فبوسكيتس بكل هدوء ومهاره بيلعبها من وان تاتش عشان يصدر عنها هجمه خطيره بسبب تحرك صح ولمسه متقنه. سيرجيو بوسكيتس هو مدرسه لازم اي لاعب خط وسط يتعلم منها، الذكاء والهدوء وقراءه اللعب. حاجات مش محتاجه قوه لكنها محتاجه فهم مش اكتر. لو ركزت في التفاصيل اللي شفناها هتبدا تشوف الكوره من منظور جديد وتفهم ازاي قرار بسيط ممكن يغير شكل الهجمه بالكامل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك، وسيب لي في الكومنت تحب نتكلم عن مين المره الجايه. وخليك دايما فاكر التفاصيل الصغيره هي اللي بتفرق بين اللاعب العادي واللاعب المحترف. كان معكم زياد عزت، سلام.